هكلمك النهاردة عن فنان سينمائي ذكي فهم معادلة كيف ينجح في السينما، وخاصة في وسط هذا الزخم الشديد من النجوم والأفلام. الفنان عادل إمام حقيقي ذكي جدا، وله حضور فني رهيب. هو بس السؤال، ليه عادل إمام ظل عقود كثيرة جدا حتى بعد أن تخطى سن ال80 إنه يبقى مازال نجم الشباك؟ عوامل كتيرة جدا، بس أهمها إن كانت اختياراته ذكية للأدوار. ما كانش بيكتفي بالكوميديا السطحية، لا لا لا، كان دايما عايز كوميديا ودراما مع لمسة سياسة واجتماع، زي أفلام الإرهاب والكباب واللعب مع الكبار والإرهابي. كمان عادل إمام كان عنده ذكاء اجتماعي، كان عنده قدرة فائقة على التفاعل مع الأوضاع الاجتماعية والسياسية في مصر. كان بيعرف إزاي يقترب من السلطة دون أن يتهم بأنه موالي للسلطة، وفي نفس الوقت يبتعد دون أن يصطدم بها، وهو أمر حيوي في صناعة الفن في مصر. عايز أقول لك كمان إن هو استطاع أن يظل مقبولا ومحبوبا عبر العصور، لأن اختياراته كانت دايما بتلامس نبض الشارع، زي الإرهاب والكباب، وزي الأفلام كلها اللي عبرت عن كثير من الجماهير. كمان عادل إمام كان منضبط جدا وملتزم، والتزامه كان شديد حقيقي. الناس كانت عارفة عنه إنه يحرص دائما على الانضباط والتواجد في التوقيت المطلوب. كمان عادل إمام نوع أدواره، ما وقفش عند كوميديا بس أو دراما فقط، لا، نوع في كل الأدوار. الحقيقة إن عادل إمام كان أكثر من نجم، كان فنان ذكي استطاع أن يوازن بين الموهبة والذكاء، وكانت اختياراته مدروسة، ولديه قدرة على فهم اللحظة وتقديم ما يناسبها في عالم مليء بالتغيرات والضغوط. هو كان قريب جدا من الناس دون أن يبتذل،